وقعته في الحرام، وفي الآخر هي ملهاش دعوة بأي حاجة وبعيد، وهو ارتكب في الآخر جريمة قتل ودخل فيها السجن واتحكم عليه بالإعدام. مفيش واحدة في الدنيا هتعمل علاقة مع راجل في الحرام إلا إذا كان ليها مصلحة في الآخر. تعالوا نسمع الواقعة دي من الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راجل خمسيني معدي ال50 سنة، عنده فرن مخبز يعني. الراجل ده بتتردد عليه واحدة في التلاتينات من عمرها، هما الاتنين للأسف بيعملوا علاقة مع بعض. هي راحة جاية عليه وكمان بتروح له بالليل والجو هادي كده. المهم يعني حصل ان في واحد من الجيران خد باله وهي راحة جاية عليه ان هما الاتنين بيقفوا مع بعض كتير، وهي واحدة طبعا يعني في التلاتينات متجوزة متطلقة، المهم هي مش مراته وخلاص. هنا هو عمل ايه بقى في الخارجة وفي الداخلة يصورها. اسمه كريم. الراجل الخمسيني ده اسمه سيد. كريم كل ما يشوف الست دي رايحة عند سيد يصورها، وهي خارجة من عند سيد يصورها، لغاية ما قدر يعرف هي بتروح له امتى بالظبط بالليل، وبدأ يمشي وراها ودخل في المكان اللي هما والعياذ بالله بيعملوا فيها العلاقة الغير شرعية، العلاقة المحرمة، وقدر ان هو كمان يصورهم. بعد ما صورهم دخل عليهم ووراه الفيديو وقال له بص، انا هوديك في داهية، انا هفضحك انت وهي، وانا هسيبكم انتوا الاتنين. الراجل وطى على رجله بسها، قال له مش هعمل كده تاني، بس امسح الفيديوهات اللي معاك. قال له ابدا، تدفع وتجيب. قال له هدفع لك اللي انت عايزه. طلب مبلغ كبير قوي، قال له ما اقدرش عليه. قال له خلاص 50,000. اتفق معاه ان هو يدفع له 50,000، لكن الراجل معهوش يعني الا هم 5,000 اداهم له. بدأ برضه ان هو يبتزه كل شوية ويقول له على الفلوس، وفي نفس الوقت برضه هو عمل كده ليه؟ عشان خاطر هو قذر عايز يعمل معاها ممكن علاقة، ما هو مش انت لوحدك. هنا هو سيد ملقاش مفر من الموضوع ده ان هو يخلص من جاره دوت كريم اللي كل شوية يبتزه، والفيديوهات اللي مصورها له والفلوس اللي عايزها منه، الا ان انا اخلص منه. خلاه في بيته الوقت لوحده، في مرة كده لوحده، ودخل عليه البيت ومعاه حديدة ومعاه شوية جاز في ازازة، وخلاه نايم، وراح نازل عليه بالحديدة لغاية ما موته خالص. بعد ما مات راح رشش عليه الجاز وراح مولع فيه على اساس انها ايه، يعني واحد ولع في بيته وهو ياخد بعضه ويهرب ولا كأن في حاجة وماليش دعوة بالجريمة دي. ولكن لا طبعا، بعد ما الناس لقوا ان في حريقة وطفوا الحريقة والأجهزة الأمنية جت والمستشفى والطب الشرعي طبعا عشان خاطر القتيل دوت، اكتشفوا ان هو ميت قبل ما يتولع فيه. حد كان ضربه على دماغه ودي جريمة قتل. البيه طبعا بعد ما قتله ما خدش الموبايل اللي كان عليه الحاجات ما لقاهوش. المهم الأجهزة الأمنية قدرت تعرف بتحرياتها إن في موبايل، والموبايل ده عليه فيديوهات، والفيديوهات دي عليها واحد اسمه مين؟ سيد. جابوا سيد. بعد ما اتقبض على سيد اعترف بالواقعة بتاعته كلها وتحول لمحكمة الجنايات، واتحكم عليه في شهر مايو 2026 بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي، وهي بره بعيد ملهاش دعوة بحاجة. هي لا قتلت ولا عملت حاجة، هما اتنين ضيعوا بعض، واحد بيبتز والتاني قتله عشان خاطر بيبتزه، وادي آخرة الحرام والعياذ بالله.
هو كان نيته قذرة ولذلك مات الموتة المنيلة ب60 نيلة. عايز الله أعلم يعمل علاقة معاها وفي نفس الوقت إن هو بياخد منه الفلوس وعايز منه فلوس، والتاني طبعا اتحكم عليه بالإعدام لأن ده قتل مع سبق الإصرار والترصد. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.